مع الساعات الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصري 2010 وذلك صباح يوم الأحد 28 من شهر نوفمبر، تم رصد عدد من المخالفات والانتهاكات من قبل الأمن ومرشح الحزب الوطني ضد المستقلين ومرشح الأحزاب الأخرى، وقد تمثلت فيما يلي: أولاً، منع مندوب المرشحين من دخول لجان التصويت كما حدث في دوائر مزغونة بمحافظة 6 أكتوبر، والدقي بمحافظة الجيزة، والمنزلة بمحافظة الدقهلية، بخلاف بعض دوائر محافظة الشرقية وغيرهم. ثانياً، منع دخول الناخبين لجان التصويت وحرمانهم من الإدلاء بأصواتهم كما حدث في دوائر كرداسة بمحافظة الجيزة، وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والدقي بمحافظة الجيزة. ثالثاً، التزوير الفاضح عن طريق ملء بطاقات الانتخاب كما حدث في بعض الدوائر بمحافظتي دمياط وكفر الشيخ. رابعاً، مخالفة القانون حيث قام بعض مرشحي الوطني تحت حراسة من الأمن بعمل دعاية انتخابية في يوم الانتخابات. خامساً، القرصنة الإلكترونية والتي تعرض لها الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمون إخوانونلاين.net، حيث تم إسقاطه من قبل قراصنة مجهولين.